السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي نعيم دايما يا رب. النهاردة حلقة جديدة من برنامج اتعلم كمبيوتر. في حلقة النهاردة هنتعلم ازاي نعرف جهازنا شغال بقاله قد ايه. يعني ايه شغال بقاله قد ايه؟ يعني حضرتك شغلت جهازك الكمبيوتر وسايبه شغال من امتى؟ الموضوع سهل وبسيط جدا، ان شاء الله هنعرف الطريقة ازاي. يلا بينا نعرف الطريقة سوا. طيب، اول حاجة عندنا التاسك بار بتاعنا الجميل، او شريط المهام عندنا بنقف عليه بندوس كليك يمين. بمجرد ما ندوس كليك يمين بتظهر لنا الليستة اللي قدامنا ديت، بندوس على تاسك مانجر. بعد ما ندوس على تاسك مانجر بتظهر لنا التاسك مانجر، بنسيبها تحمل براحتها. طبعا حملت معانا، ان شاء الله هيبقى عندنا فيديو بيشرح فيه كل التاسك مانجر، بس احنا دلوقتي هدفنا في النهاية نعرف الجهاز بتاعنا شغال بقاله قد ايه. بندوس على بيرفورمانس. بمجرد ما ندوس على بيرفورمانس بيظهر معانا البيج ديت، بيبقى في حاجة عندك اسمها اب تايم. طب ايه الاب تايم دوت؟ بدا الجهاز من وقت ما انت شغلته. يعني لو جيت عملت ريستارت للكمبيوتر ده، فالاب تايم ده هيختفي ويرجع يعد من اول وجديد. لو انت قفلت الكمبيوتر وفتحته تاني بيبدا يعد برضو من اول وجديد. طب انا الجهاز بتاعي شغال بقاله 5 ساعات و29 دقيقة و12 ثانية و13 14 ثانية 15 زي ما انتم شايفين من الاب. طيب هو الجهاز شغال بقاله ده. قول لنا انت كمان في الكومنتات، ما تنساش جهازك شغال بقاله قد ايه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا اشتراك ولايك وسبسكرايب وشير عشان تفيد غيرك. وشكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم. شكرا جدا.